السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الوقت نعمة عظيمة وأمانة كبرى وميزانا توزن به الآمال وجرسا يعبر به إلى مراتب العلم والنجاح. إن الوقت في حياة المدرسة ليس مجرد ساعات توصى، بل هو أنفاس تبنى وخطوات تسقى وأحلام تروى. فمن حفظ وقته حفظ عمره، ومن أحسن استثمار نال بركة وتوفيقه. فالوقت كالسيف إن لم تقطع به قطعك، وهو كالضيف إن لم تكرمه فارقك، وهو كالذهب إن لم تصنع به ضاع منك. وأزكى الصلوات وأتم التسليمات على خير البرية وعلى من جاء بالتزكية الدين وانتفاع بالدنيا، محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه الكرماء. كما عرفنا أن لكل شيء مرحلة النشأة ومرحلة النمو والارتقاء، حتى الإنسان يمر على المراحل في خلقه، هذا سنة الله في الأرض. فروضتنا هذه قد مرت على مراحل في حياتها الذهبية. مرت على مرحلة النشأة عندما احتفلت بعقدها الأول، فالحمد كله لله. كانت الآن في مرحلة النمو والارتقاء، على أن الأجيال الصاعدة التي قد ولدت كانوا في أعلى المقامات وفي أعلى الدرجات. وقلت في حقها: يا كعبة بنيت على الإحياء لتكن كعيسى محيي الأرواح. وكانت مدرستنا هذه في المدارس الفائقة في بلاد كورودو سنويا تخرج رجالا تحمون الدين ويعلون الضاد. تنجب روضتنا أعلاما بين الأعوام وتصدر حصادها بنوادي الأقلام تكشف عن الدنيا الظلام. مرت على السنوات ومرت عليها السنوات حتى نالت 20 عاما في عمرها، فقلت: قد طالما كنت في التعليم منهلة، فالحمد لله نلت الآن 20. أيها الحضور، أحيي حضراتكم كما كانت روضتنا تحيي مشاركتكم الفعالة. أنتم رواد العلم والمعرفة وبنات الفكر والحضارة، وتزينت بحضوركم الأرجاء أبقا ولباقا. نرحب بكم ترحيبا يليق بمقاماتكم العالية، ونحييكم تحايا تقنع شخصياتكم العلية إلى مهرجان روضتنا لعيدها 20. بوجوهكم تنور المقام، وبحضوركم تعتز النظام. أيها الحضور الكرام، أحيي حضراتكم كما كانت روضتنا تحيي مشاركتكم الفعالة. فمرحبا بكم عدد ما خط القلم من فكر، وما ارتفع المنبر من ذكر، وما صدع الطير في الأسحار من شكر. يطيب لنا أن نجدي ونتصدر بتحية جميلة لمن كان ركنا أساسيا وكان سندا أصيلا إذا انقطع الرجاء، ونورا إن أظلم الفضاء. فضيلة الشيخ المدير إبراهيم يوسف السيوطي أدام الله حياته وحفظه الله ورعاه، آمين. الذي هو للعلم رائد وللأدب قائد وللأعلام والد وللأجيال ناصح ومرشد. وحيي حضرة الشيخ صلاح الدين عبد الرحمن أدام الله حياته، الذي جمع بين الثقافتين العربية والإنجليزية، الذي يتبحر في اللغتين ونال علما وأيقونة أدام الله حياته. وإلى رئيس الجلسة الذي إن تكلم أنار، وإن تقدم أدار، وإن أشرف اختار، الذي كان للأدب عنوانا وكان للعلم فرقانا والمعرفة برهانا. وقلت في حقه: جبريل وحي لم ينزل بقرآني، ولم يكن لي اقرأ باسم رحماني،
وما سمعت نداء من مدبرنا ولا تجلى ضياء في دجلواني وما كتبت على الألواح قافية ولا حملت لقومي سفرة بياني وما أتاني نداء الغيب في فلك لكن أعطيت نظما فيه أوذاني وما تلوت كتابا فيه معجزتي لكن كتبت قصيدا ملء بلداني فإن سئلت عن الوحي المنزل لي ففي القصيدة معنى نبض وجداني ما لي بأوصاف وحيي ما لي بأوصاف من في العلم معجزة ونال بين الورى أدوار جرجاني ومن تفوق بالتعليم مجتهدا وفاق أقوامه في كل ميدان إنا به نمتتي تود المعارف والتبيان كان لنا مرآة عرفان يا راية العلم يا ينبوع معرفة باق أجاك أبونا الساتر الباني بالرفق أسدي إلى بروفيسورنا أجاك بالرفق أسدي إلى بروفيسورنا أجاك خير التحايا مع الرحمة والتنحاني فكيف نحصي سنة والحبر في تعب ولا السطور استطاعت أبع أوذاني دم للبلاغة يا بروفيسورنا جبلا والزمه في ناج خير الخلق أدناني ونحيي سادة الدكاترة والبرافذة الحاضرون فهم مصابيح الدجى وأوتاد البنى وزينة المجالس وباجة النفوس وإلى البروفيسور عبد القادر علي العسلي يا راية الله يا آية الله بين الناس كلهم يا راية الحق من حال إلى حال يا كوكب الليل يا داع إلى رشد يا من خطابته أغلى من الجالي يا أنت يا آدم الأسماء يا أنت يا آدم الأسماء يا بطل يا يوسف الحسن يا عنوان أشبالي نور المعارف والإدراك يا عسلي نور المعارف والإدراك يا عسلي يا شيخ كم يرتكي من نورك العالي وصرت للمجد مرآة ترى لهدى وكنت بروفيسور في التعليم أجيالي يا أنت يا عسلي علمتنا بصفا أن اكتفاء بفيح العلم للطالي لم تكتفي بشهادات تغر فتى يرى التقدم بؤسا يا لإقلالي يا من يخر له العفريت تلبية يا من يخر له العفريت تلبية مكانه الوجه والدنيا بأزيالي كم يقتدي بكلام الشيخ معتمدا على فصاحته من بين أجيالي يا رب كه من عدا بروفيسور الأسلي ومن أسى وبلاء ثم إكلالي وإلى بروفيسور مرتضى الحقيقي قلت يا شعر أنزل لنا من روعة مددا وأعطي الأكابر ما لم تعطه أحدا جاوز أي الشعر حد المادحين فتبقى أنت أحسنهم في جودة أمدا من قبل أن تنفد الكلمات من فمنا من أحرف المدح قد جئنا بها مددا يا شيخ يا من على في الفضل منزلة كالبحر في عمقه لا تدرك الأمدا أنت الذي انبدت في الأرف مكرمة تحيا القوافي وتحيي المجد والصدد فيك المعارف والأخلاق من أزل وكنت للناس نورا هاديا رشدا نودي إليك قصيد اليوم
يا بطل حبا وودا وتبجيلا لكم أبدا. فلتسعد الروح في يوم به تفلت بشيخنا تاجنا من كان قد سعدا. يا من تجلى على الأزمان في شرف كالسيف إن لاه في كف العلا عمدا. كأنه النخل في أرض الكرام نما يعطي الثمار ويخفي الجزر متحدا. يا نور يا مرتضى والأرض شاهدة بك الأكول اهتدت والحق قد شهدا. يا مرتضى يا حقيقي يا معلمنا يا من علومك لا تحصى لها عددا. يا مرشد الناس يا مرشد الناس يا أصل السعادة يا هادي الأنام أيا من في يديه ندى. أدام الله حياته وحفظه الله ورعاه. آمين. فمرحبا بكم عدد النجوم في السماء وعدد الزهور في البستان وعدد الحروف في القرآن. فمرحبا بكم في رحاب العلم والهدى حيث الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. واختتاما أصطاد من بحر الإبداع عاطفتي، أصطاد من شفة الإبداع عاطفتي كي يحسن المدح والترحيب إنشائي. وليت شعري إذ ألقيت يلتف بي فيندم اليوم إن ألقيه أعدائي. أتاني الوحي إني لا أرى أحدا غير القصيدة حوائي وأبنائي. يشعر كل مدحا يشعر كل مديحا للعلوم فقد فاض الرجال بنهل العلم كالماء. كأنهم صور العرفان من أزل وهم يجيئون من أنباء وأنهم من أقاموا البيت وانتصروا بين الأفاضل كانوا خير آبائي. كأنهم رسل الإدراك في زمن جاءوا بوحي لهم من طور سيناء. يا شيخنا يا صلاح الدين ذا الرتب حياك شعري بأغراض وأجزائي. يا شيخ عبد لباك أنت مفقرنا هذا أجاك مرب من أجلائي. حياك ربك يا دكتورنا العلم عبد الحكيم لعين بين كرمائي. دكتورة العلم والإرشاد يا حسنا وقاك ربك من در وبلواء. والحاضرين جميعا مرحبا بكم وسعيكم كان مشكورا بإعلائي. وإلى دكتور أسبك وأسبك الله ومن تبعك من المؤمنين. نعم، على اللسان الطالب المرحب بحضرة الجميع أقول بلسان عذب وببيان عذب فأهلا بالحضور وسهلا بالجلوس ومرحبا بمشاركتكم الفعالة. نعم، فالآن ينتقل الميكروفون إلى إدارة هذه البقعة العريقة، البقعة التي قامت بالعلم وبالعمل كما كان ذلك عنوانها منذ يوم تأسيسها، بالعلم والعمل. وقامت هذه المدرسة بعمل جبار فعال، لأن بيئتنا هذه بيئة صحراء للدعوة، بيئة قلما ينبت نتيجة، قلما تنبت منها مثل هذه النتائج إلا من ساعده الله، وإلا من قام واستقام كمديرنا هذا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم النصر فيه وأن يطول عمره بعافية ورزق وسداد، لأن هذه الاحتفال إن هو
اعتبار حصاد هذه المدرسة. هذا الاحتفال ليس باحتفال المال والشرف فحسب، بل إنها احتفالة العلم والعمل والمشقة. لذلك أنا أقوم بالدعاء للمدير أن يديم النصر فيه وأن يطول عمره آمين. بالخير والسداد، إنه ولي ذلك وبالإجابة جدير. نعم، ينتقل هذا الميكروفون إلى سماحة المدير إبراهيم يوسف السيوطي حفظه الله ورعاه ليقوم بكلماته الافتتاحية، فهلا بكم.